طيب نكمل. لما بتروح تأجر غرفة ايه الحاجات اللي بتشتريها علشان تعيش؟ زي بوتاجاز، مايكرويف، الحاجات دي يعني برضو تأكيد للناس يعني. مروحة، غسالة، اطباق. في حاجه جميله قوي من ضمن الحاجات اللي عجباني هنا في امريكا، ان انت لما تحب تتنقل من مكان او تروح تأجر مكان، طبعا في مصر او في الخليج اصعب حاجه واتقل حاجه هي الاجهزه الكهربائيه. انك بقى هتجيب ثلاجه وهتجيب فرن وهتجيب الميكرويف مش مشكله، وهتجيب بوتاجاز، انت فاهم ازاي، والمكيفات. يعني انا لما كنت في الخليج تشتري المكيفات، امريكا مريحاك من الاجهزه الكهربائيه. اي مكان بتروح تلاقي فيه، بتلاقي وحده التكييف، بتلاقي الثلاجه، بتلاقي البوتاجاز، بتلاقي الفرن. حاجات بقى الصغيره دي كماليات، ممكن تلاقي الميكرويف بقى. في حاجات بقى طبعا غساله الاطباق موجوده في اماكن واماكن لا. في حاجة تانية اللي هي برضو يعني شايلينها عنك، موضوع الغسالة والدراير. هنا مفيش حاجة اسمها بلكونات وانشر الهدوم بتاعتي في البلكونة تنشف. هنا الغسالة بتغسل تحطها في الدراير، الدراير ده بيطلعها لك جافة تماما. عشان كده الناس لو بتلاقي فيديوهات الناس بتغسل في غسالات عامة، انا كنت عملت فيديو. بالظبط، يعني الدراير بيطلعها لك جافة تماما تلبسها. فبيشيلوا عليك الاجهزه الكهربائيه. ايه اللي انت محتاجه؟ اللي هي بقى الحاجات اللي هي السرير، المرتبه، الملايات، المخده، وممكن الاطباق والشوك والمعالق. دي الحاجات اللي انت بتتنقل بيها من مكان. يعني انا لو بنقل من مكان، دول بيتنقلوا معايا. الاجهزه الكهربائيه لا. لكن تكييف موجود، هيتر موجود، تكييف، هيتر، ساعات الثلاجات ده على حسب المكان برضو، على حسب انت هتاخد بس ايه. انا في خبرتي واللي انا شفته، لا، الثلاجات حاجه اساسيه. الثلاجه، غساله، الغساله بقى، الغساله والمجفف دي على حسب. بعض العمارات يحط مثلا في السطح او في البدروم غسالات، فاهم قصدي ازاي؟ ده هي العاصفه. الهواء جامد بس ان احنا دخلنا بره بتطير. يحطوا الغساله، يعني يحطوا كده نظام مجمع كده غسالات في مكان واحد للعماره. وفي بعض الاماكن يحط في كل واحده غساله وثلاجه. بس انا بتكلم في الشقق. اما البيوت، لو انت مأجر بيت او انت قاعد في بيت، ده فيه الغساله والدراير بتاعك. اما الشقق الموضوع مختلف. قليل قوي ما هتلاقي شقق فيها الغساله والدراير بتاعها. بييجوا في العماره مثلا يعملوا مثلا مجمع للناس كلها، استخدام مجمع ليهم يعني. طيب خروجك من مصر كان صعب؟ لا خالص. انا بحب مصر للطيران، بحب مطار القاهره جدا. الموضوع كان سهل جدا. طول ما انت عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك مش هتعرف. يعني انت مثلا، انا في الجواز بتاعي مطلوب للتجنيد، لان انا كنت في الجيش وكان عندي استدعاء وما غيرتش الجواز. فطبيعي اما اروح اعمل ايه؟ يا اما اجيب تصريح سفر من الجيش. بس اعمل اللي عليك وانت هتلاقي كل حاجه سهله. عديت اول شهر ازاي؟ اول شهر في امريكا؟ هو انا حكيتها يمكن ما كنت بتكلم على السكن. بس اول شهر كنت بحاول ان انا ادور على سكن استقر فيه، بحاول ادور على شغل، بستمتع بالبلد، بحاول اعرف، اسمع لايفات للدكتور احمد رحيم عشان استفيد اكتر، اعمل علاقات. في الوقت في اول شهر ده اتعرفت على امل يعني. بس ده يكفي، دي اهم حاجه. طيب الشغل اللي بتشتغله او الشغل اللي انت عديت بيه محتاج خبره، واسطه، لغه، شهاده؟ مش هنقول اي حاجه من دي. محتاج رخصه ومحتاج قدر من اللغه عشان تتواصل معاهم يفهموك ويفهم. بس بص، هو هنا موضوع الواسطه دي هو مش بتبقى واسطه، زي بتبقى ريكومنديشن في معظم الاشغال. محتاج يعني حد يقول الراجل ده انا اعرفه يعني. طيب فيرجينيا، ايه رايك في فيرجينيا؟ تنصح بالولايه دي ولا لا؟ سؤال حلو جدا وبيتسال على كل الجروبات، سؤال مهم. وكان السؤال دوت، لو انا هعدل السؤال او ممكن يتقال ايه؟ انا عايزك تتكلم عن فيرجينيا. فيرجينيا بس. عشان احنا عايشنا فيها. طيب ماشي. لما حد بيجي انا يسالني كمحمد حسين ترشح ايه الولايات للمهاجرين الجدد، انا بقول 5 وهم ترتيبهم. خدهم بالترتيب وشوف لو دي ما مشيتش معاك الاول خد الثانيه، ما مشيتش الثانيه خد الثالثه. بحط فيرجينيا اول واحده. هتقول لي في ال50 ولايه انت شايف فيرجينيا احسن ولايه؟ انا هقول لك هي غاليه نسبيا، بس انا بقول لك الموضوع كله معتمد عليك. تقدر تعيش في الغلو او داخل بمبلغ في الاول يقومك، او تقدر تشتغل او معاك صنعه او وظيفه تدخلك دخل كويس تعيش فيها ولا لا. فحط فيرجينيا، احط تكساس وراه. تكساس ولايه كبيره جدا، فيها جزء كبير من اقتصاد امريكا معتمد على تكساس، فيها اشغال كثيره جدا. هي مشكلتي مع تكساس جوها، بس جوها زي جو خليج، بس ولايه كويسه جدا. طبعا ما فيش فيها مناظر جميله زي فيرجينيا. انا هتكلم على فيرجينيا بس هي شبه صحراء شويه تكساس. احط بعد كده اوهايو، احط الينوي. ليه انا حطيت الاثنين دول؟ ولايات صغيره وجميله والمعيشه فيها رخيصه. لو انت جاي بقى وفي ناحيه هيقول لك انا لازم ادخل باسرتي ولازم يبقى معايا وبتدور على حاجه رخيصه، الينوي واوهايو. احط 5 حاجه فلوريدا.
فلوريدا. ممكن ناس تختلف معايا تقول لي لا ده فلوريدا ولايه حلوه وكل حاجه. ممكن يعني اتكلم عن تجارب كمع عزاب ممكن تمشي. العازب اخره هيأجر له اوضه بالبي ريت بتاعها قليل شويه عن فيرجينيا فممكن تمشي معاه، لكن كأسره بتكون صعبه، محتاجه عربيه. الاشغال فيها مش قليله لان فيها هجره، في ناس كتير جدا بتروح فلوريدا. بقت غاليه، فلوريدا بقت غاليه جدا والاشغال فيها مش احسن حاجه، فغلو مع اشغال قليله، فرص قليله مع راتب قليل، معيشه صعبه. فلو هتكلم على فانا خلاص انا كده انا حطيت الخمسه. هتقول لي طب وانت بقيت ال50 ولايه بتوع امريكا، فين نيويورك، فين كاليفورنيا، فين ولايه واشنطن، فين الحاجات دي؟ دول اللي يناسبوك. انا اتكلمت اول كلام اللي يناسبوك كمهاجر جديد، ان انت كمهاجر جديد يناسبوك. بعد كده ما تستقر وتقف وامورك بقت طبيعيه وبقيت دلوقتي بقت تقدر تتعامل في امريكا، روح اي ولايه ثانيه ما عندكش مشكله. جات لك وظيفه في ولايه ثانيه، جات لك وظيفه في كاليفورنيا، جات لك وظيفه في ولايه واشنطن. في عاوز اوري حاجه، في ولايه واشنطن وفي واشنطن اللي هي العاصمه اللي هي جنب فيرجينيا عشان الناس ما تتلخبطش. في ناس يقول لك انا يعني انت براحتك اتنقل بعد كده في ال50 ولايه زي ما انت عاوز، بس السؤال دايما انا كمهاجر جديد اروح فين؟ فانا قلت ال5 ولايات. رايي عن فيرجينيا قلته في الشرح اللي فات كله بس هختصره في نقط. طبيعه جميله جدا، جو جميل جدا، معيشه جميله جدا، فيها فرص عمل كتير جدا لان انت شغال في فيرجينيا وفيرجينيا كبيره جدا وجنبك واشنطن دي سي. انت طبعا السكن في دي سي في واشنطن العاصمه غالي، بس ممكن تبقى شغال في فيرجينيا وتروح تشتغل هناك في واشنطن، فديت عامل لك سبورت، دعمك في الاشغال ودعمك في الرواتب ودعمك في حاجات كتير. حتى اوبر وليفت هنا معتمدين على واشنطن اكتر. الناس اللي عايشه في فيرجينيا بيروحوا يشتغلوا اوبر وليفت في واشنطن لان واشنطن العاصمه فيها مشكله. الناس اللي عايشه فيها وشغاله فيها ما بتعرفش تمشي بالعربيه فيها، مش ركنه اصلا، ما فيش ركنات. يعني انت معاك عربيه ومش لاقي ركنه، ولو رحت تركن ركنه تدفع لك 50 $100 في اليوم. طب وليه؟ طب ما ده حرام. فياخد اوبر يوديه الشغل ويجيبه ارخص له 1000 مره يعني. فدي من ضمن الحاجات. وامان جدا طبعا، دي نقطه من اهم حاجه اللي تدور عليها في الولايات، نقطه الامان. ما فيش فيها عنصريه، احنا اتكلمنا عن النقطه دي في الاول. من ما بيناش عنصريه بمعنى صح، لان فيها تنوع الوان كبير جدا جدا جدا، فمين اللي هيعنصر على مين؟ فما فيش فيها عنصريه. دي اهم النقط الاساسيه لاي حد بيدور عليها. ما فيهاش حيوانات مفترسه، ما فيش فيها حيوانات مفترسه زي فلوريدا. فيها ايه بقى اللي احنا بنشوفه؟ فيها غزلان تقابلهم على الطريق، فيهم تعالف، شويه تعالف بسيطه قوي على فكره، بسيط. فيها حيوان الراكون هو اليف. دي الحاجات بس انت ممكن مفيش بقى تماسيح بقى والحاجات التعابين والحاجات اللي بتطلع في الفيران هي منتشره في كل مكان بس حسب نظافه الفيران. لو المكان نظيف ما فيش فيران، في مكان مش نظيف هتلاقي فيه فيران. بس الزواحف بقى اللي هي قصه التعابين والحاجات ديت لا. طب احنا اتكلمنا عن مميزات، في عيوب شايفها هنا في فيرجينيا؟ العيوب اللي طبعا النقطه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي ان هي غاليه، ولا غاليه في السكن، غاليه في الايجار، غاليه في تامين العربيه، غاليه في بعض الرسوم الحكوميه. مع برضه الرسوم الحكوميه مش متوحده على المستوى الولايه، فبعض الرسوم غاليه في كذا مكان. في ضرائب على العربيه، يعني الولايات الثانيه انت تتملك عربيه ما تدفعش عليها ضرائب، هنا بيدفعوك ضرائب على العربيه. هي الغلو ده العيب الاساسي يعني. حددت الولايه دي بناء على ايه؟ بناء على انا اتكلمت في السابق دوت، حددت مميزاتها وعيوبها. انا قعدت ال5 ولايات دول قعدت اقارن ما بينهم، لقيت ان انا اقدر ممكن اتكيف مع الغلو بس ما اقدرش اتكيف مع الجو ان هو يكون حر زي الخليج. لقيت ان انا اقدر ان انا عاوز خضره، انا حابب مكان. انا عشت فتره في السعوديه جميله جدا واعشق السعوديه، بس المنظر العام الصحراء. المنظر العام في السعوديه ان هي صحراء، مدينه صحراء. لا، فانا عاوز طبيعه. من اجمل الدول في الطبيعه هي فيرجينيا. طبعا الامان دي اول حاجه، تمام. ان انا حابب ان انا اروح في ولايه يكون كبيره وفيها فرص عمل كتير. وجود ناس تعرفها في الولايه فرق في القرار؟ فرق كتير جدا. يعني انا قلت اسامي ناس كتير، الناس اللي انا قلتهم في الفيديو اللي فات دول اللي فرقوا معايا جدا، ودول اللي بيساعدوني ان انا اجي هنا. وحاجه مهمه جدا خلتني اختار الولايه دي، نسيتها ضيفوها على الكلام اللي فات، ان ليها طيران مباشر من مصر. المطار جنبنا في ظهرنا. ايوه، المطار مطار دالاس الدولي ده تركبه وينزلك مباشر مع مصر. اي ولايه تانية ما عدا واشنطن او فيرجينيا او نيويورك هتضطر ترانزيت عشان توصل مصر، طبعا بفلوس اكتر، بس فلوس اكتر وتعب اكتر، ولو معاك اسره تعب اكتر. في ناس معاها اطفال صغيره ما يستحملوش ان هم يبهدلوهم في الترانزيت. فمن الحاجات اللي خلتني في فيرجينيا ان ليها طيران مباشر من مصر زي نيويورك،
وهم الولايتين دول. في ولايه ثالثه بس بيقولوا ليها طيران مباشر لمصر الطيران، بس انا ناسيها او مش متذكرها يعني. كمهاجر جديد احتاج كام تقريبا؟ كل اوفرول يعني اجهز معايا كام؟ على قد ما تقدر تقريبا مينيمم. بص انا بس بكلمك في مينيمم عشان ما يعني هتتكلم كسنجل ولا كاسره؟ ده وده ايه مبلغ لده ومبلغ لده. كسنجل انا شفت نفسي ناس دخلوا ب 2500 دولار بس خلصوا بسرعه واتزنقوا. ليه اتزنق ب 2500 دولار؟ انا ضد الجروبات اللي بيقول لك سافر ب 1500. ليه؟ لان انت مش عارف، مش هتيجي اصلا. والله انا كنت في جدال مع حد على جروب وعمال ينشر على الجروب بتاعه. انا بقول لك انا ما بثقش في جروبات الفيس، وجدلت مع 2500 ممكن. بقول له ازاي تسفر واحد ب 1500؟ ده لو خد اوضه ودفع الديبوزيت بتاعها خلاص هياكل ازاي بقيه الشهر؟ انت فاهم قصدي؟ ولسه انتقالات ولسه قصص. فانا يعني لو قلنا ان واحد انا نفسي شفت واحد سنجل داخل ب 2500 خلصوا بعد اول شهر ولا شهر ونص. طب ما اشتغلش، طب هيجيب منين؟ بس مشيت ازاي؟ ان هو استلف شويه، بعتوا له من مصر شويه، لقى شغل، قدر ان هو يلاقي شغل ويقرص على نفسه في المصاريف شويه، فاهم ازاي؟ فمشيت بالطريقه دي، انت فاهم قصدي؟ طب ازاي؟ مينيمم شايف قد ايه؟ مينيمم كسنجل يعني بقول لك 2500 ده اقل حاجه، ويبقى يعني ايه لو ما اشتغلش بسرعه في مرحله الخطوره هيتبهدل. يعني طب لو في المطمن نقول كام؟ في المطمن كسنجل هكلمك مثلا في حوالي مثلا 4. طبعا الناس في مصر مش هيعجبها الكلام اللي انا بقوله. يعني ايه يدخل ب4 في 50 200 ألف؟ لا ما فيش بقى، انسى مصر بقى كل سنه. انسى بقى مصر. يعني 200 ألف في مصر دي مبلغ كبير بالنسبه لك. 4000 هنا في امريكا مش حاجه. يعني انت لو خدت الايجار بالديبوزيت بتاعه طيرت اكتر من نصهم. ف 4000 هنا هتجيب عربيه هنا بكام؟ ما تكمله نفس النقطه. هتقعد انت تسمع لي في الناس اللي بيقول لك ب 500 دولار اجيب عربيه زي عم ميسو، زي مش عم مش او مش هنقول اسامي. الله يخليك. 500 دولار اجيب عربيه. في حاجات بتبقى رخيصه برضه عشان هو الراجل. ما انا هكمل النقطه. بيقول لي 500 بس مش معاك. الله يخليك. 1000 اجيب دولار، 1500 اجيب دولار، 2000 اجيب 2000 دولار اجيب عربيه. موجود، انا ما بكدبش الناس دي، بس مع احترامي هتجيب ب 2000 دولار عربيه. العربيه دي انت عارف عشان لو حصل فيها عطل وروح تصرفه ممكن تصرف فيه كام؟ انت ممكن تصرف هناك في العطل بتاعها في الورشه من 1500 ل 2000 اللي هو ثمنها. سيبك ان انت جايبها ب 2000، انت مش هتروح تقول للميكانيكي معلش ده انا جايبها ب 2000 فمشي لي التصليح بتاعها زق معايا ب 500. ده هنا صارمين جدا. الميكانيكي هيقول لك ده تصليحها 2000، عاجبها مش عاجبها ارميها. فعشان تجيب عربيه محترمه تسند معاك 5 وانت طالع، 5 في امريكا عربيه، مش هقول لك ده عربيه حلوه، ده عربيه اللي هي تمشيك كويس من غير اعطال، ما تكونش فاتحه بقها في المصاريف. 5000 دولار وانت طالع، فاهم قصدي؟ اقل من كده فيه بس وارد تجيب حاجه وتقعد معاك، ووارد تجيب حاجه وما تقعدش، فده برضو بيبقى راجع للشخص. لكن في عربيات رخيصه في 500 دولار. هقول لك حاجه، في ناس بتدي العربيات هديه. يعني ممكن تلاقي حد في الكنيسه هنا اول ما جيت قالوا لي ان انا ممكن اديك العربيه هديه ومش عايزين فلوس، وفي ناس اعرفها خدت عربيات هديه. فده وارد يعني، ده موجود. طب سؤال، ليه ما خدتش العربيه دي؟ وقتها ما كانش فيه، انا وقتها خلصانه، صاحبي خد العربيه وعاش بيها بس هو ما بتشتغلش بيها، عربيه قديمه يعني. بس هي دي النقطه، ان انت تخاف تشتغل بيها. هي دي هي مش هتشتغل اصلا. ولو اشتغلت وعطلت طب هتصرف